السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هنا امين. النهاردة انا الفيديو مختلف، هعمل وجبات ملف مخصوص للاطفال الرضع. هتبتدي تاكليهم امتى وهتعملي لهم ايه وايه الاكلات المفيدة. ولو انتي مامي لأول مرة، طبعا الفيديوهات دي هتفيدك جدا. طبعا في ناس بتأكل من 4 شهور وفي من 6 شهور. ده اللي يقدر يحدده الدكتور، لان في بعض حاجات لازم تبقى تتابعيها في الطفل عشان اما يبتدي ياكل طبعا ما يشرقش. فانتي بتوديه للدكتور اللي متابع معاه وبيقولك تمام ولا لا. هنعمل بقى ملف كده في القناة. ده مخصص لأكل الأطفال الرضع من بداية 4 شهور. وهقولك شوية نصايح كده، لأني أنا اللهم بارك معايا أولادي 3. فعندي خبرة، فبعرف يعني بياكلوا امتى، بياكلوا ايه، عشان لازم تدي وجبة كاملة متكاملة قبل النوم عشان تنام كويس البيبي. تعالوا بقى نشوف عملنا اول وجبة ايه وتفاصيلها ازاي، وتقدري تديها للطفل بكل سهولة وهتعجبه جدا ان شاء الله. تعالوا نشوف طريقتنا سهلة جدا وبسيطة. هنجيب 2 حباية بطاطس ونقطعهم مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، بدون ملح ولا اي حاجة. وبعد ما تستوي خالص هنهرسها مع بعض ونشوف الطريقة بالظبط ايه عشان تبقى بوريه مفيهاش قطع صغيرة. هنا بعد ما استوت، بصي لازم تبقى طرية كده. طبعا عايزة بعد ما تهرسيها بالمية السلق مفيش مشكلة. عايزة بشوية لبن، لو البيبي بيرضع لبن صناعي، بشوية لبن عشان برضو تبقى طرية قوي. برضو تعمليها، انا هعملها بشوية لبن صغيرين كده اللي هو الصناعي، واوريكي شكلها النهائي. هنا ده شكلها النهائي. بص القوام تحفة جدا. انا عملتها الصفاية دي، او ممكن في الخلاط او في الكب عندك، بس المصفى دي بتخليها بوريه بطريقة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا مع اللبن دي وجبة كاملة متكاملة للبيبي اول ما تبتدي له اكل. طبعا هتجزئي الاكل على 3 ايام، يعني كل نوع 3 ايام. البطاطس هتبدأي بالبطاطس بدون ملح ولا سكر ولا اي حاجة، هي مسلوقة بس سادة كده، تمام. وهتدي 3 ايام منها. حصل حساسية لا قدر الله للطفل، بتمنعي النوع ده وتخشي على النوع اللي بعده. مثلا تسلقي جزراية وتهرسيها برضو بنفس الطريقة، برضو 3 ايام، تمام. ان شاء الله هعمل لكم ملف للاكلات بتاعه الاطفال الرضع من اول ما بيبتدوا ياكلوا. هنعمل وجبات ليهم صحية، مش هنجيب سيريلاك من الصيدلية. هتعملي كل حاجة في بيتك، وان شاء الله هعمل لكم وجبات عشان اطفالنا. انتظروني في فيديوهات كتير، وجربوا الطريقة دي. لو عندك بيبي لسه هياكل جربوها وان شاء الله تعجبه. سلام عليكم.